السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا مع بعض كده نشوف الدهب اللي في الحلة ده ايه، عبارة عن ايه، هيتعمل من ايه. جايبه لكم النهاردة تجربة وهنقوله مع بعض في الاخر رأيي فيها بصراحة. النهاردة يعني بسمع عن زبدة الشرقية بيقول كتير قوي، فالمهم قلت اجربها، رغم ان انا يعني بجيب من حد معين وانا حاجته عجباني، بس قلت اجربها برضك ما فيش مانع. فانا هنا جبت الشرقية بيور الاصلي الباركود اهوت. آه، يعني علشان خاطر هما متبقاش ضامنين المنتج بالباركود بتاعهم والتغليف طبعا زي ما انتوا شايفين. هنبدأ نفتحها ونشوف طعمها زي ما بسمع عنه في الشيفات الكبيرة ما بيقولوا طعم عامل ازاي. مبدئيا طعمها حلو. ده مبدئيا اول ما فتحت السمنة دقت طعمها حلو. طبعا هنقدر نقيم بعد ما نسيحها، او برضك هنبدأ نعرف وقت التسييح اذا كان هي اصلي او فيها او مغشوشة. هنبدأ نرفعها على النار ونشوف مع بعض ان شاء الله هتكون ايه. انا رفعتها على النار اهوت وبدأت اللي هي تسيح. زي ما انتم شايفين كده هي كلها لبن، يعني هي مش مغشوشة. بس انا يعني حابة ان انا امشي معاكم خطوة بخطوة وما اسبقش الاحداث، وهقول لكم رأيي في الاخر فيها ايه، او انا طعمها عجبني ولا لا، او فيها ايه عيب. خلينا مع بعض كده لاخر الفيديو وهنعرف مع بعض كل التقييم في الاخر. هنا طبعا معروف اي حد بيسيح نبدأ نشيل الريم اللي على الوش ده. طبعا انا بهدي عليها النار خالص، ما بتبقاش نار مرتفع علشان خاطر طبعا السمنة ما تتحرقش معايا. هتفضلي تشيلي كده الريم، كل الريم اللي على وش السمنة كده هيتشال، وهنسيبها تغلي زي ما انتوا شايفين كده على نار هادية لغاية ما تبدأ السمنة تتصفى عندي وتطلع لي على الوش كده، ما يبقاش فيه بقى ريم ولا فيه حاجة. وطبعا مش كل الناس بتعرف اللي هي يعني تسيح السمنة في، فانتي مش عارفة، ففي بردك عندهم سمنة جاهزة. وبرضك في الاخر هقول لكم انا عجبتني او قيمتها بالنسبة للسمنة اللي انا بستخدمها على طول، يعني تقييمي ليها ايه. خليكي معايا لاخر الفيديو وهنعرف مع بعض، وسيبنا بقى من الشيفات الكبيرة والكلام اللي هما بيقولوه. احنا مع بعض هنا قناة بنقول فيها يعني حتى وصفاتي بتنزل لكم بعد تجربة واتنين وتلاتة علشان خاطر تعملوا الحاجة مظبوط. هنسيبها على النار لغاية ما السمنة تطلع لي على الوش زي ما انتوا شايفين كده. طبعا ما اقدرش احدد لكم وقت معين، بس اهو السمنة بتبقى كده هي اتصفت للوش، وتحت بتبقى المرطة طبعا. هتصفيها طبعا في تعبيها برطمانات زي ما انت عايزه. تقييمي ليها بقى، هي السمنه ما شاء الله جميله، بس انا حسيت فيها بحاجه كده في البدايه، في بدايه اللي انا ما بدوقها، حاسه فيها كده لذعه. انا مش عارفه بصراحه اللذعه دي سببها ايه، بس انا جربت قبل كده زبده ما كنتش بحس فيها بكده، بس هي كسمنه هي السمنه حلوه. وبرضك في ملاحظه في المرطه طلعت برضك عشان لذاعه السمنه. المرطه ما كانتش عجباني، ما كانتش قد كده زي المرطه اللي انا بطلعها في العموم، بس السمنه هي كويسه. فدي ملاحظاتي عليها وجربوها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.